السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تغليف الملايات. بنغلفها في ايه او الحاجات اللي احنا هنستعملها في التغليف. طبعا السولوتيب ما بنستغناش عنه خالص. دي بكرة سولوتيب 150 متر صافي. دي العمود بيبقى 6 بكرات. دي بجيبها طبعا. الحاجات اللي انا بعرضها دي احنا بنبيعها هنا، يعني دي متاحة ان اي حد يطلبها. البكرات طبعا الاسعار انا هقولها دلوقتي، بس الاسعار بتختلف من وقت للتاني، يعني عشان بس ما حدش يدخل لي بعد شهر ولا حاجة. ممكن الاسعار تبقى زي ما هي، ممكن تبقى اغلى، ممكن تبقى اقل. فالبكرة دي الواحدة ب50 جنيه، ولو حد هياخد العمود كله ب250 جنيه اللي هو ال6 بكرات. ده بالنسبة لبكر السولوتيب. طبعا ده متاح منه كميات. انا جايبه بس يعني ايه عينات كده اوريها لكم عشان اوريكم شكل الحاجه وحجمها والاسعار، وخصوصا الاكياس دي انا كنت اول مره اجيبها واول مره اغلف فيها. لميت لي حاجات كتير جدا في المشغل، يعني مثلا لو حبيت الم جبرات مثلا زي كده. بصوا شايفين الجبير بحطه فيها وبيبقى سهل الفتح والقفل. يعني بصوا بفتحها كده واخد اللي انا عايزاه واقوم قافلاها تاني. سهله جدا، ما بتبصي وتفتحيها وتقفليها اكتر من مره، يعني ما بيحصلهاش حاجه. فدي فادتني ان انا لميت حاجات كتيره جدا في المشغل، وفي نفس الوقت استعملتها في تغليف القطقم، سواء اللي هي انفلات الاطفال او الكبير، وفي الفوط. بصوا الفوط، بس طبعا الكيس ده غير ده. الكيس ده هقول لكم دلوقتي الفرق بين الاكياس كلها والاسعار بتاعتها، لان انا عشان اعرف الفرق بينهم طبعا جبتهم كلهم الاول وجربتهم، عشان كده بقول لكم الخلاصه بتاعتهم. ده اسمه كيس تحذيرات. يعني ايه كيس تحذيرات؟ يعني الكيس بتلاقيه من هنا مكتوب عليه تحذيرات، يعني ترمي الكيس فين، يعني حاجات كده، يعني مكتوب عليه من ورا. ومن قدام من هنا شفاف. بصوا يعني تيجي تفتحوا الكيس كده شفاف. ده شفاف خالص غير ده. بصوا الفرق بين ده وده. ده يعني مطفئ، ده اسمه مصنفر. ده اغلى من ده، يعني ده المصنفر اغلى من الشفاف، بس المصنفر المستورد مش المصنفر المصري. ده اسمه كيس تحذيرات. المقاس بتاعه 35 عرضه في طوله 40 سم. هو اكتر من 40 بس هما ايه كاتبين 40. ده بيشيل طقم فلاس سواء اطفال او كبير. ده بالنسبه لكيس التحذيرات اللي هو ده الكيلو بيعمل 58 كيس تقريبا، 58 كيس، لان انا قبل ما اطلع وزنتهم وعديتهم وحطيتهم كمان كل كيلو في كيس، لان هم ما بيجوش كده، يعني هم بيجوا في الشكاره. هوريكم برده الشكاره شكلها ايه، بيبقى كله على بعضه. ده الكيلو 58 تقريبا 58 كيس. الكيلو ب125. ده من كيس التحذيرات. المفروض ان انا لو عايزه مقاس اكبر الاقي، بس انا ده اكبر مقاس جبته، يعني ده اكبر مقاس لقيته. في مقاسات اقل من كده، مش شرط ان احنا نستعملها في الملايات بس، لا ممكن نستعملها في تغليف في اي حاجه تاني، مثلا في الاكل نحط فيها عيش في التلاجة، نحط فيها خضروات، نحط فيها اي حاجه، بس احجام طبعا تكون اقل من كده. ده الكيس نفس سعر التحذيرات، بس ده كيس مصري، اسمه مصري مش مستورد. برضو التحذيرات تقريبا مصري. ده اسمه مصنفر. بصوا برضو هتلاقوه من هنا مش شفاف زي كيس التحذيرات، يعني ده من هنا زي ده تقريبا، زي الكيس ده اللي هو اللي ظهره اسود. ده الكيس اللي هو المصري. انا لما عديتهم ده الوش والظهر شفاف، الوش والظهر شفاف، برضو يشيل نفس المقاس، كلهم مقاس واحد. ده لما عديتهم لقيتهم الكيلو عامل، ده اكتر حاجه سبحان الله، عامل 65 كيس. ده انا جبته اجربه، يعني ده انا ما جبتش منه كميه كبيره، انا ما جبتش منه غير كيلو واحد بس، لان انا ما كنتش جبته قبل كده. فهو ده يعتبر الكيلو. بص الكيلو ده هو الكيلو تقريبا 65 كيس. ده كيس اللي هو المصري المصنفر، لان في مصري تاني مش مصنفر، في قصدي مستورد مصنفر اللي هو ده مستورد مصنفر. ده اللي انا بقى كنت بجيب منه على طول قبل ما اعرف المصري المصنفر. طب ايه الفرق بين ده وبين المصري؟
انا ما حسيتش بفرق خالص. يعني اللي حسيت بفرق فيهم بين المصنفر المستورد اللي هو ب170 جنيه عن المصري اللي هو ب125 جنيه، ما حسيتش فيه فرق خالص خالص، غير ان في دي في الجرار سامعين صوته؟ ليه صوت كده في الفتح والقفل، وتحسوه يعني مليان شويه، يعني ده ارق شويه منه. وبصوا انا مش سامعه صوت، بصوا بيقفل ويفتح من غير صوت. طبعا دي احنا بصوا ده سامعين؟ ده اللي لقيته الفرق بينهم. يعني ما حسيتش الصراحه ان في فرق كبير بينهم. هي ممكن الخامه تكون مختلفه بس انا ما حسيتهاش، يعني ما حسيتش ان في فرق كبير بينهم غير في كده. فده اللي هو ب170 جنيه، ده اللي هو الوش والظهر مصنفر برضو نفس المقاس 35 في 40. لما جيت عديته لقيته عدد الاكياس اللي فيه 59 كيس تقريبا او 60 كيس، يعني حاجه زي كده. ده اللي هو المصنفر الوشين زي بعض. طيب في نوع تاني اللي هو ده، اللي هو نفسه المستورد برضو ومصنفر برضو، وتقريبا عدد الاكياس 60، يعني نفس المستوى تقريبا، نفس عدد الاكياس. بس لقيته بصوا الظهر بتاعه اسود. الظهر الاسود ده بينفعني في ايه بقى؟ ان انا لما باجي اغلف حاجه زي كده، زي فوط مثلا، انا لما باجي احط الفوطه بيبقى الظهر بتاعها بصوا عامل كده، فانا عايزه اداري الحته دي، فالاسود ده بيداري لي الحته دي، فبنحطه كده ما بيتبانش من ورا. برضو في تغليف الملايات، لو انت بتغلفي الملايات وعايزه الشكل يبقى من هنا هو اللي باين حلو ومن ورا مش فارق معاكي، فبتستعمليه. هو ده حلو جدا برضو بالنسبه لي انا للفوط، ده جميل جدا. ده بالنسبه للمصنفر الاسود اللي هو ده، بصوا اللي هو ده اللي هو المستورد. برضو هتلاقي الجرار بصوا ليه صوت في الفتح والقفل. وعلى فكره الجرار ده لو وقع منه، يعني بصوا لو سحبته كده مثلا ودي اتخلعت عادي بتدخليه وبتقفليه وبتفتحيه، يعني هو كاستعمال حلو جدا. فده المصنفر اللي هو الظهر اسود ب170، واللي هو الظهرين شفافين برضو ب170 اللي هو الساده، يعني الاثنين شفافين. ده مستورد وده مستورد. انما المصري سواء اللي فيه التحذيرات او اللي هو العادي للوش والظهر زي بعض بس مصنفر، ده ب125. ده بالنسبه للاكياس دي اللي احنا اول مره نجيبها وجبناها كلها واستعملناها وجربناها. بالنسبه بقى للاكياس بتاعت الشنط بقى اللي احنا بنغلف فيها الطقم اللي هو بكورنيش، بصوا دي شنط الوش بتاعها بلاستيك والظهر قماش. طبعا دي احنا عارفينها، دي مقاسها كبير 40 في 60. الفينش بتاعها حلو جدا غير اي شنط جبتها. يعني بصوا لما بنيجي مثلا هنا الشنط بنلاقيها ساعات بتبقى فلته من هنا، ساعات بتبقى فلته من هنا وبنخيطها. لا الشنط دي ما شاء الله لقيتها حلوه جدا، حتى السوسته بتاعتها كبيره وجرار كبير وحلوه، يعني مش يعني متينه يعني. ده بالنسبه للشنط دي ب90 جنيه. دي الاسعار دي الحاليه يعني اللي انا شاريه بيها. طبعا لو اشتريت ده اغلى من كده واقل هتختلف الاسعار. انا هوريكم بقى الحاجات دي كانت بتيجي في شكاير، هوريكم بقى بتيجي ازاي. دي الشنط دي بتيجي الدستة، يعني الكيس وجواه 11 بالكيس يبقى 12، دي كده دستة. دي اللي هي ب90. دول بصوا بيجوا ازاي في شكاير، دول بيجوا بصوا واحنا اللي بنفضيهم وبنعملهم. دول بيجوا كده في شكاير واحنا اللي بنوزنهم، لان الكيس ما بيجيش بالظبط. الكيس بيجي بصوا كده، انا لما بوزنه بلاقيه اقل من كيلو، بس هما بيكونوا حاطين معاه يعني شويه كده عشان تظبطي الكيلوهات. ده بالنسبه للحاجات بتاعه التغليف اللي احنا دايما بنحتار فيها وبندور على الاحسن فيها. انا جربت كله وبقول لكم الخلاصه بتاعتها. طبعا اللي حابب يطلب، انا سايبه الرقم بتاعي، ده رقم الواتساب، بيطلب منه اي كميه هو عايزها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.